الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الإيمان، حال المؤمنين الذين إذا ألم بأخيهم شيء من التعب والمرض والمشاكل وقفوا معه وقفة رجل واحد بالمودة والتعاون والتراحم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون يصفى الحادثة ديال الحالة من أهل الإيمان ينسلمان المؤمنين تعيشين كالجسد الواحد، تعيشين أميون الجسد. ما قلنا يوم العبد الإسلام يهدي الإنسان يحواج يسعى المشاكل، غادي تتفلس المصائب، حزن تهونا، أتفضل العباد كامل هبا العناية الإلهية الرحمة الربانية غرس أثعيونا البدريدس السن في الناس يغفلان. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الرحمة فيما بين العباد. فمن بين أجل وأعظم الواجبات أجرا عند الله تبارك وتعالى للمؤمن تجاه أخيه المؤمن زرع المودة، أن يتمنى العبد المؤمن لأخيه ما يتمناه وما يحبه لنفسه من الخير. لأن من أجل الواجبات، من بين الواجبات إسعاد الأجر الرب العالمين تبارك وتعالى قضية المودة. أي من قرب كل يوم المودة استقبالية العبد الإسلام ذا الواجب في الناس أن يشار ويسد الحلم، أن يدير الخطر ينسي يتسع، أتفرق لك حمال الخير الإيمانيس إثواشوتيس الأهلي نس إقلاق أبي تسمنير الخير النير الغير نس. ربي سبحانه عز وجل قال في القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ربي سبحانه عز وجل قال في القرآن: ونصار جوارات ونسيغالا في المودة يدير ويومير أتقدمان حاشا من الأقرباء من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، من أهل الدم والقرابة والإخوان. قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يختلف. ربي عز وجل يمارس المودة لعباد الله تبارك وتعالى الصالحين. مثل المؤمنين في تواديهم، زرع المودة
السلام عن طريق الشرع الحنيف يرسمها غير بعض المعاني، بعض الأمور، بعض اللوامس، بعض القوانين، بعض الركائز إذا قد يلحف لسنت المجتمع ينسلم. من بين هذه الركائز يفترض ربي سبحانه عز وجل سنة الزواج، يجعل ربي عز وجل يسد تحقيق المودة بين الأسر. يفترض ربي سبحانه عز وجل إيصال المال، إيصال الزكاة لمن؟ لمستحقيها. وقد تستحق المودة ربي سبحانه عز وجل يفكد المصاهرة ما بين العباد. العائلة الفلانية تستسهل العائلة الفلانية. يفكد ربي سبحانه عز وجل الحق المعلوم، يفكد ربي سبحانه عز وجل الحق المعلوم للسائل والمحروم. الحق بغيو يسعى استقدم وين يسعى للزكاة، للصدقة، للخير، للمعروف. وكذا يسرع ربي سبحانه عز وجل المودة. إفكاد ربي سبحانه عز وجل نصر المظلوم. لا في تواضع من أتروح هذا تشبيه السلام أستيرون تسلوى ذرا ما تعدى الفلاح أقلق أنفذ يدك ما تشي تعدى أكل النصار أكيد السابرين. وهذا استحق المودة. يفتد ربي سبحانه عز وجل أيضا أيها المؤمنون والعالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للمريض، للضعيف، للمعوقين. سبيل العالم بأسره يحتفل، يتذكر نعمة من نعم الله عز وجل قد سلبها الله عز وجل على طائفة معينة من الضعفاء، من المكفوفين. السبيل العالم بأسره يتفكر ديوث الحاجة اسمها اليوم العالمي للمعاق. السبيل العالم بأسره يفكر أنت ربي سبحانه عز وجل لا ديوث الطائفة يسلبيث يكسس ربي عز وجل يوث النعمة ويزدير الإنسان ديال السلمان ولا السلجان هي نعمة الصحة. هذه النعمة في دين النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الطائفة اللي sont handicapés أما ذي ضرانا أما ذي عيفانا أما ذي قلب مخصوصا العقل، ذي قلب مخصوص السمع، ذي القصري، البصر، النطق، الحركة. إفكار ربي سبحانه عز وجل الوجه في الله أنسعوا غصا. أول حاجة المودة، المحبة، أسن نحمل الخير، أسن نعيون، أسن نقدم، أسعنا نكون للمجتمع. اقرأوا معي أيها الإخوة الكرام قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قرأوا معي الآية: دخل رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم إلى سيد الخلق ليسأله، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا، وجده يعظ الناس صناديد قريش لعل الله عز وجل يهديهم ويؤلف بين قلوبهم ويحبب إليهم الإسلام. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى وانشغل بعمل غيره في الدعوة، ليس تكبرا ولا احتقارا ولا ازدراء. فعاتب الله عز وجل نبيه، رسول كريم يعاتب من فوق 7 سماوات في شأن هذا الأعمى الذي أصبح بعد ذلك مؤذنا
صلى الله عليه وسلم ومعلما للقرآن الكريم، وهو الذي كان يجاهد في غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. الولي العباية المصطفى صلى الله عليه وسلم سيوني ذا الأعلى وضغال، بل العتاب كيف يعتب ربي سبحانه عز وجل سيدنا رسول الله نبي رسول يعود في ذي ربي عز وجل من فوق 7 سنوات في شأن الأعمى. اسمي شمول الغالية يسدد سقسي النبي صلى الله عليه وسلم ضرير كفيف البصر ويتولى يشد سيدنا رسول الله يروح يسقسي سيدنا رسول الله إذا يشغل يتسعير يهدر يصناديد خرج بعض الناس عندهم المال عندهم المكانة، كان النبي عليه السلام يحرص في الناس يوخنا نيدي ربي أن طريق الله المستقيم. هذا شنو ديال الإسلام؟ إن شاء النبي عليه السلام يجا ابن أم مكتوم يجا فنانكيرو يعود في ذكر ربي عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فأما من استغنى فأنت عنه تلهى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تصدى وما عليك أن لا يزكى إلى آخر الآية. يعود في ذكر ربي سبحانه عز وجل في حق ابن أم مكتوم ينزل ربي في الصورة لا السعر كان النبي عليه السلام كان يعين هؤلاء الناس. هذا الأعمى جاء جبريل جاء السماء جاب هذه الصورة يعرف فيها سيدنا رسول الله. علاش؟ خاطرو في الدارة ويسوالنا الكفيف البصر اشتغل بالدعوة يرتكب التكبر نهض الاحتقار نهض الاستغراب. يقول سيدنا رسول الله ما يولي ابن أم مكتوم يشمل الضرغال أتي زوير أتي دياوير أسيني مرحبا بمن عاتبني به ربي. مرحبا يولينا كنيسي يعتب ربي عز وجل. هذا الأعمى يغال تي المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يغال تي الصغار يتلقين القرآن في المدينة المنورة يمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يغال سعيد سرسي يرسل الدرع في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه المودة ونحن والعالم يتذكر هؤلاء الضعفاء هؤلاء المعوقين هؤلاء الأرامل الثكالى اليتامى المكفوفين. أدنى الشرع الحنيف يحمى الحق الإنسان يفكاريت في نسل الرعاية. أقل حاجة أسميني كلمة طيبة مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم. الأمر الثاني قضية التعاطف. تعرفوا بلادنا راهي معمرة بالمرة تمرسلنا شرب الطالب تمرسلنا حواج العبد يخدم من الصلاح حواج العمال اللي لا يخدم هاتسيدي الأمان العمل ماشي المكان اللي تكونسومي راهي يستسل حواج الاختراعات الولاد يخترعوا الولاد ينشر الفضيلة حواج الولاد راهي يساعدوا مثل هذه الجمعيات مثل هؤلاء المرضى ولا يخفف الناس من الآلام ولو كان بكلمة طيبة وتعاطفهم وتراحمهم. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالبدار أيها الإخوة المؤمنون إلى استثمار أموالنا وقواتنا في نشر الأخلاق الفاضلة في توفير الأمور الصالحة لهذا المجتمع الذي تنهكه الأمراض والأوبئة والمشاكل. العبد الإسلام يسعى الواجب جالس ربي عز وجل الطائفة يدير إيجابية كان محتاجا يمخصا يوكلني اسمي الصفات إما الطاول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. كاين واحد الإنسان عنده بنت مريضة واسمها بشرى عندها 8 شهور، طلب منا الدعاء. اللهم اشفها يا رب العالمين، اللهم عافها يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عنها يا عزيز يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين من طلب منا الدعاء وأنت تسمعه وتراه يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الحب والنوى اعط لكل قلب ما نوى. اللهم يا فارق الحب والنوى اعط لكل قلب ما نوى. اللهم يا فارق الحب والنوى اعطي لكل قلب ما نوى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.